عمرك وقفت قدام رف أدوية البرد في الصيدلية وسألت نفسك هم ليه كلهم شبه بعض؟ وليه بناخد أي شريط وخلاص؟ الحقيقة الأدوية دي مش زي بعض خالص، حتى لو بيبانوا كده. النهاردة دخل عليا محمود، شاب في العشرينات، عينه حمرة وماسك منديل مش بيفرقه. قال لي يا دكتور رفعت اديني أي حاجة للبرد، أنا برشح من الصبح ومش قادر. سألته رشح سايح زي الحنفية ولا مناخيرك مسدودة ومكتومة ووراك سواقة ومذاكرة ولا هتروح تنام؟ بص لي باستغراب وقال لي تفرق في ايه يا دكتور؟ ما كله برد. هنا بقى السر. تعالوا نفهم الحكاية. عندنا دواءين من أشهر أدوية البرد، كونجستال وترايمت فلو. الاتنين فيهم باراسيتامول للحرارة والصداع، وفيهم سودو إفيدرين عشان التسليك. الفرق كله في مضاد الهستامين. الكونجستال فيه مادة من الجيل الأول، كلورفينرامين، دي عاملة زي السباك اللي بيقفل محبس المية خالص، بينشف الرشح السايح بامتياز، بس عيبه بيعدي للمخ وينيمك ويخليك مش مركز. أما الترايمت فلو ففي مادة من الجيل التاني، لوراتيدين، ده بقى مش بينيم وبيسيب الإفرازات خفيفة، فلو مناخيرك مسدودة مش بترشح، الجيل الأول ممكن ينشف الإفرازات زيادة فيسدها أكتر، لكن الترايمت يفك الكتمة من غير ما يقفل لك دماغك. محمود قال لي يعني اخد ايه يا دكتور؟ انا برشح ومسقط وعايز انام. اديته الكونجستال عشان ينشف الرشح وينام ويرتاح، بس وقفته وقلت له استنى، الادويه دي وخصوصا اللي فيها سودو افيدرين بتركيز عالي زي الترايمد خطر جدا لو عندك ضغط عالي او مشاكل في القلب او تضخم في البروستاتا. لازم تسال الصيدلي الاول. لو عايز تعرف ازاي تختار دواء البرد المناسب ليك ولاسرتك بامان، ابعت كلمه برد في رساله وهيوصلك الدليل الشامل فورا. وما تنسوش تسمعوا الحلقة كاملة على بودكاست الأجزخانة، اللينك في البايو. نصيحتي الذهبية ليك، اختار الدواء على حسب عرضك مش على حسب اسمه. الرشح السايح عايز جيل أول ينشفه، والكتمة من غير رشح عايزة جيل تاني يفتحها. خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاية العلم ما بتخلص. أنا دكتور رفعت ومستنيكم في الحلقة الجاية، لأن وراء كل دواء حكاية. سلام.